تقريبا هنا بدأت تخش بقى في الايه، في العصر اللي فيه العمارة بقى كده. الموضوع دخل، بدأنا نخش في ايه، في جزء فيه بنايات حقيقية، في شباك، في باب، بدأ الجزء بتاع العمارة يظهر. كده بقى تقريبا دخلنا في عصور ازدهار الدولة. البنايات طبعا بدأت تعلى. ده قصر من قصور او جزء يعني من قصر من قصور المدينة المنورة. فخلاص طبعا اي دولة اول ما بتزدهر العمارة بتاعتها بتبدأ تزداد وطبعا مشاكلها بتزداد وكده. فعشان كده تبدأ البنايات دايما ايه، في العلو وكده. تبدأ الحاجات الاسوار ومش عارف ايه، الحاجات دي تبدأ ايه، تعلى يعني. بعد كده هنا الدولة العباسية، ده صندوق طبعا. هنا الزخارف طبعا على الخشب، باب من العصر المملوكي. في حاجات تانية ممكن برضو تاخد بالك منها. لما الدولة بتزدهر بتبدأ تفكر ان هي تعمل حاجات زي كده، تنتج انتاج جيد. لما بيحصل في اي مكان في اي دولة استقرار، تبدأ الانتاج بتاعها بيختلف، يبدأ الانتاج بتاعها بيبقى افضل من الاول. تهتم بقى بالجزء المعماري والجزء الفني في الموضوع. طبعا العرب زمان كان الموضوع ده بالنسبة لهم مهم جدا يعني، موضوع الفن والعمارة والحاجات ديت والاجزاء الهندسية. وطبعا مش هتبعد عن انك تبدأ تصنع سلاح اول ما الدولة بتاعتك تستقر، عشان تأمن نفسك بعيد عن اي مشاكل. تقريبا دوت زي باب مصفح او حاجة، طبعا بيفتح منه يعني. دوت البوابة اللي قلعة، طبعا في تحصين، في جزء فيه تحصين عشان الحروب وهكذا، مدفع من المدافع بتاعت زمان. كده احنا دخلنا في عصر بقى تاني، من اللي هو بقى ايه، الجزيرة هتبدأ تتحول بقى للايه، للدولة بتاعت المملكة. قيام بقى الدولة السعودية الأولى، اللي هي تقريبا بداية الموضوع بقى ايه، بداية توحيد القبائل تاني وإنشاء الدولة، دولة المملكة السعودية. بدأت من الدرعية. الدرعية هنا محافظة جوه الرياض، مكان أثري كبير جدا. دلوقتي أعتقد في جزء كبير منها يشبه المكان ده بالظبط، أو المكان ده هم لسه موافقين عليه يعني. في بناية حديثة لكن المكان ده لسه موجود لغاية دلوقتي في الدرعية. كان الإمام محمد بن سعود والشيخ محمد بن عبد الوهاب قد عقدا ميثاقا غيرا به وجه التاريخ في وسط الجزيرة العربية، وذلك قبيل عام 1123 هجرية. وما لبثت أن انطلقت من الدرعية الدعوة الإصلاحية وانتشرت في ربوع الجزيرة، حتى وصل أثرها إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة. إلا أن هذه الدعوة الفتية أزعجت الدولة العثمانية، فوجه الخليفة العثماني إلى وليه في مصر محمد علي باشا للقضاء عليها. وفي بداية عام 1231 هجرية توجه إبراهيم باشا ابن محمد علي باشا من مصر في جيش كبير لسحق الحركة التصحيحية، وواجه مقاومة عنيفة خلال الطريق. دي خريطة للدولة السعودية الأولى. هنا الجزء اللي هو بداية الدرعية والرياض والوشم والزلفي، ده الجزء اللي هو اللي عليه الهايلايت ده، دي بداية الدولة. بعد كده لما توسع وصل لغاية ايه، الحدود دي. طبعا برضو نفس الكلام، أول ما تستقر الدولة يظهر لك أعداء وهكذا، فتبدأ في تصنيع السلاح عشان تأمن طبعا ايه نفسك وتأمن دولتك وهكذا. السيف، بندقية أعتقد دي عشان تنظيف البارود جوه البندقية. مجموعة تانية من الأسلحة.
هنا زي ما كت، دي الدرعية القديمة. الشكل ده هو الشكل النهائي بتاع المخطط بتاع المسجد الحرام بعد ما ينتهي، يعني بعد التوسعة ما تكتمل هيكون ده الشكل النهائي بتاع المسجد. الناحية التانية حاجة من الحاجات اللي كل الناس طبعا بتتمناها، ربنا يكتبها كل الناس، دي من كسوة الكعبة. ده الباب، ده جزء من الكسوة اللي هي فيه الستارة بتاعة الباب. الكسوة دي من عصر الملك فهد. المدينة، المسجد النبوي غالبا، المسجد النبوي تقريبا مفيهوش توسعات، هو تقريبا هو بشكله دلوقتي ده الشكل الحالي للمسجد اعتقد يعني. هو شكله كده. تقريبا خلصت كده لف المكان كله. القصر موجود في حي مربع في الرياض. المكان جميل جدا من جوه، متقسم تقسيم كويس جدا. الاسهم اللي على الارض دايما بتحركك جوه المكان بحيث ان انت تقدر تلف المكان كله، عشان لو مشيت بعشوائيه ممكن في حاجات تقع منك تاخدش بالك منها. الحاجات الجميله يعني في الاماكن القديمه ديت ان انت بتشوف الدنيا كانت ماشيه ازاي، يعني خصوصا ان هو هنا شرح من اول العصور القديمه جدا، وبدايه بدايه البني ادم على الارض وازاي يتعامل مع الحياه على الارض وهكذا، والتطور بتاعها والحاجات دي. فدي من الحاجات الحلوه اللي انت لما تروح مكان اثري او مكان فيه حاجات تتكلم عن زمان تعرف الدنيا كانت بتتحرك ازاي، والتطوير اللي انت وصلت له دلوقتي او الوقت الحالي اللي احنا عايشين فيه ده ازاي وصلنا للمراحل اللي احنا فيها دي. طبعا طول ما انت ماشي بتعدي على العصور اللي هي فيها الحروب والسلاح
وانهيار الدول وصعود الدول والحاجات دي برضو تعرفك قد ايه دي الفكرة اللي هو ممكن تبقى غريبة، يعني تبقى غريبة عن البني آدم. يعني البني آدم أصلا انت ليه بتحاربه وليه يعني ليه في ناس بتحارب قتل وضرب وسرقة وحاجات كده؟ يعني من ضمن الحاجات يعني اللي جوه اللي تخليك تفكر قميص واقي، سور عالي، مدافع، مش عارف إيه. طبعا عشان البني آدم هو بيدافع عن نفسه، لكن البني آدم التاني اللي هو بيحارب ده بيحارب ليه أصلا؟ يعني دي برضو من ضمن الحاجات اللي تقعد انت تفكر فيها كبني آدم. ليه البني آدم بيحارب ويضرب ويكسر ويدمر وبعد كده يبدأ يصنع دولة، وبعد كده حد تاني يجي فيبوظ له الدولة اللي هو عملها فواحد تاني. يعني الحاجات دي من ضمن الحاجات اللي انت تشوفها جوه في المتحف وتقعد انت تفكر فيها كشخص يعني. بس طبعا يعني دي الفكرة يعني طبعا اللي ممكن تجيلك، او ممكن حد تاني يجيله فكرة تانية. النيزك اللي شفته في الأول دوت هو فعلا شكله غريب، مش صخرة عادية، يعني ما تحسش ان هي صخرة عادية ممكن تشوفها في الشارع او في اي مكان. طبعا على طول اول ما تشوفها تجيلك فكرة بتاعت النار، وربنا يعزنا طبعا من النار. الموضوع فعلا يستحق التفكير. شكلها فعلا تحس ان هي شيء ممكن يكون كان مولع، ما كانش مجرد صخرة عادية. الجولة كانت حلوة جدا، يا رب الفيديو يكون عجبكم. ومعرفش لسه الفيديو كده هيبقى على جزء واحد ولا جزئين، مش عارف، هشوف. ربنا يسهل لو قدرت اطلعه في فيديو واحد، بس افتكر ان هو يجي في جزئين لان هو طويل. انا قعدت كتير جوه المكان عشان اقدر الف المكان كله يعني. وان شاء الله نشوفكم في فيديوهات بعد كده. سلام.